علاش فصل الشتاء كما هذا نعم. وين امطار رياح ثلوج رياح قويه عده عوامل مناخيه كانت في كما نقول لك في الفصل هذا تاع فصل الشتاء. كانت نشرات جويه خاصه دارت مصر. هذا الشيء طبيعي لانها الرياح تكون شويه قويه لان كاين ضغط جوي منخفض على المنطقه الغربيه تاع البحر الابيض المتوسط خاصه. هذا اللي يخلي باش تكون رياح قويه وتكون متبوع مع اضطراب جوي ريح من هذه الظاهره ولا في اخر صبيحه نهار اليوم على غرب البلاد ثم تتنقل تدريجيا الى الولايات الوسطى وفي اخر النهار تلحق الى شرق البلاد. وشن الريح يكون في بعض الاحيان خاصه في البحر هنا يقدر يلحق ل 120 كيلومتر الساعه خاصه اللي يمارسوا الملاحه والصيد البحري. يعني شيخ فرحات يمكن ان نقول هي عاصفه ام مجرد رياح موسميه؟ لا فقط؟ عاصفه وشن والرياح 120 كيلومتر الساعه ماهيش عواصف تاع اللي نشوفوهم نسمعوا بهم ونشوفوهم في الكليما تروبيكال كما في الكرايب ولا في المحيط الهندي ولا المحيط هذه. هذا الشيء طبيعي للبحر الابيض المتوسط لانها حتى اسبانيا حتى بعض البلدان المجاوره لان لهم يهمهم هذا الضغط الجوي منخفض وهذا الامطار وهذه الرياح. الانسان ياخذ الحذر تاعه. فقط سرعه الرياح 120 كيلومتر في الساعه هي رقم كبير يعني. شوف هذه الرياح 120 يحب يقول دي بوينت يحب يقول تنزل في الحق 120 تعاود تهبط لي تكون ما بين 80 90 حتى ل 100 بدي بوينت تقدر تلحق في ظرف 4 ثواني 5 على 120 وخاصه في البحر في اللارج لو غران لارج تماك. يعني كيف يعني هذه ال 120 كيلومتر كيف ستكون على ارض الواقع؟ ما هي الاشياء التي ستتاثر بها؟ تأثر كما يقول لك الاشجار فيما الكابلات تاع التريسيتي فيما يخص يعني احتمال يعني سقوط بعض الاشجار. الناس تحط نابورت كوا في البالكونات تاعهم ولا كالشجره تكون كما يقول لك الاشياء ولا تقدر الريح يكون قوي يطيحها على السيارات ولا كاش حاجه من البالكونات تطيح كاش محبس. الانسان ياخذ ولا عنده انسان خرجه ولا عنده يسافر وماشي ضروري ياجل السفر تاعو. فهمتي هذه هي الاحتياطات. لازم نتعلموا ثقافه الاحتياطات ماهوش غير في هذا الرياح في الامطار الغزيره في الزنازل في درجه الحراره في الصيف. ننصحوا في فصل الصيف كي تكون الحراره مرتفعه الناس كبار في السن نقول لهم ما تخرجوش ما بين 11 و 12 عطولهم يشربوا لانها ينسوا بلا عطشانين. ما تخلوش ولادكم تحت السميشه هذيك لانها تقدر تاثر عليهم وتمرضهم. فهمتي كيفاش؟ هذا هو لازم تكون عندنا ذيك الثقافه كيفاش نتعاملوا مع هذه التغيرات والكوارث الطبيعيه. شوف فرحات لك حتى يفهم المشاهد متى تبدا هذه الرياح ومتى تنتهي؟ تبدا دوكم 11 12 تبدا شويه رياح هكذا شويه طويله 30 40 50 وتبدا وخلال الظهيره ان شاء الله ومع تتهدن شويه في الليل وشويه بعد الاحيان تلحق 50 60 كيلومتر في الساعه غدوه ان شاء الله والاضطراب يجوز والامطار تجي والحمد لله عام خير. يعني يمكن ان تتوصل الى يوم الجمعه ولا فقط تبقى الغيوم وتبقى الامطار يوم الخميس ان شاء الله. وهذا على معظم المناطق الشماليه تاع البلاد. في الجنوب كذلك خاصه في بعض المناطق الهضاب العليا وفي الجنوب خاصه منطقه الصاوره شمال الصحراء الرياح تكون قويه كذلك على هذه المناطق تؤدي الى تطور الرمال الفون صابل وين الرؤيه تكون ضعيفه. الحذر مطلوب للسائقين في هذه المناطق. وكذلك اللي فوق نتعلموا نسوق سياره ولا او حافله او شاحنه مع هذا الريح لان الريح يقدر يسبب في حوادث مرور خطيره. الانسان يتعلم لابد يمشي 100 كيلومتر الساعه ينقص بالسرعه تاعو ويتعامل مع هذه هي. شيخ فرحات يعني قوه الرياح تكون مختلفه يعني من ولايه الى اخرى لكن ما هي الولايات الاكثر عرضه للخطر؟ الولايات اكثر عرضه اللي جايين على الشواطئ وبعد الولايات الهضاب العليا وين ما كانش الجبال ما كانش لي رولياف وكاع لان الريح يقدر يسيركولي كما لازم الحال. وعلى السواحل لانها مع البحر بلا اوتوماتيكمون الريح يكون قوي يكون تموجات نقول فورت تموجات قويه على السواحل البحر الابيض المتوسط. الحذر مطلوب للناس اللي تروح تشوف البحر بالعقل يبعدوا شويه. الانسان ياخذ احتياطات تاعهم لانها تقدر تفاجئهم كاش موجه ولا اللي يمارسوا الملاحه والصيد عليهم يعرفوا واش هي ديبرسيون في لا ميديتراني. نعم مصالح الارصاد الجويه كانت قد حددت العديد من الولايات المعنيه بهذه الرياح. هل يمكن أن تمتد أيضا هذه الرياح لولايات غير مذكورة في بيان الأرصاد الجوية؟ الجزائر كبيرة الله يبارك
فهمتي؟ تسبب في الهضاب العليا درجه 2 درجات فوق الصفر، بينما في عين قزام ولا برج باجي المختار تسببها 30 31. هذه باش كي نسبوا فرق ما بين منطقه ومنطقه في بلادنا، هذه لازم نبدلوا قاره. فهمتي كيفاش؟ وهذا كما قلتي في الشمال هذا الرياح، مي في الجنوب في بعض المناطق الجنوب الشرقي الواحات ولا الحال يكون طبيعي شباب تاع فصل الشتاء. على كل حال الحراره فصليه اليومات اللي فاتوا بالجنوب كان عرف قوه موجه تاع البروده، الحراره كانت منخفضه، اثرت بزاف على بعض الناس لانها عندنا مده ما شفناش وضعيه جويه كما هذه الايام، وهذا هو المناخ الطبيعي تاع شمال افريقيا وتاع بلادنا لشهر جانفي. نعم. شيخ فرحات، لو نتحدث عن مخاطر هذه الرياح يوم امس وحتى صباح اليوم، شفنا العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تساقط الاشجار، اعمده الكهرباء، حتى سيارات يعني تتقلب في هذه الوضعيه، يعني تديها الريح. يقلبها تقدر تقلب بلا ريح. لا خاطر اللي ما يعرفش يسوق بلا ريح يقلبها. شوفي ناديه عندها 3 ايام هضرنا حنايا جوستومون نظرنا على هذه الوضعيه الجويه، وقلت لك الحمد لله نعمه الهيه. أكيد. الامطار هذه السدود اللي راهي دارت البلان في جهه الغرب في الشرق، سد بني هارون اللي راه 98% التعمير تاعو، بعد الودان اللي كانوا ناشفين هذه مده عاودوا حياو لانها ربي رزقنا بالغيث هذا. الحراره شفنا ثلوج في عده مرتفعات تاع تلمسان اللي عندها مده ما شفناهاش، في سيدي بالعباس، في سعيده، هنا في جبال الاطلس البوليدي، في ورسنيس، في جرجرة، في جبل الأورس. الحمد لله. واش لازم نعرفوا نعيشوا مع هذا الوضعية طبيعية، نفهموا الناس طبيعية، يعني طبيعية جدا. نعرفوا كيش بكري يجب فقط توخي الحذر والخيطة. يعطيك الصحة. الإنسان ولا عنده طريق يأجلها، ولا ماشي نسيساري يأجلها، ولا كش ما عنده كاش أشغال تاع فلاحة ما يقدرش الشتاء الريح وكذا يأجل حتى لما تتهدن الأمور ويعمل على روحه ويكمل شغالاته. ماهوش بلادهم باش لا ميتيو الاحوال الجويه تنبؤات ماشي سي با سين سيونس اكزاكت، ماشي حاجه راهي على بالك. احنا على حساب التنبؤات قد ما يزيد في الوقت قد ما تصعب التنبؤات. دوك الانسان لابد ناخذ بعين الاعتبار هذه النشرات الجويه. أكيد. لانها مهمه باش الانسان يكون هي روحه باش يقابل هذه الحاجه الطبيعيه. وهل هناك مخاطر على الملاحه البحريه والجويه شيخ فرحات؟ نعم الملاحه البحريه، لان بعد البواخر تاع السلعه ولا خلينا مي خاصه اللي ينقلوا المسافرين يخصتوا ما بين فرنسا والجزائر بزاف الرحلات نقصوا لانها اون تري فورت في هذه المنطقه، خاصه المنطقه الجنوبيه ما بين جزر الاسبانيه والسواحل الجزائريه. هنا ياجلوا لانها تقدر تكون فيها حوادث فيما يخص الركاب حتى يتهدنا هما يديروا بعد لي كومونيكي فيما يخص تاجيل هذا كما يقول لك هذول لي فواياج. شيخ فرحات، وهل يمكن يعني أن نتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي في الانترنت خلال هذا اليومين؟ نعم كاين صنع الغاز اللي راهي موالفه في زمان الصيف ولا في زمان الشتاء مهيئه تقدر تكون واش ماهوش بنادم الريح لانها قوي ولا كاش حاجات كاش انسيدون خفيف وواعيين لهذا الشيء. كيما الكهرباء ولا الغاز جو نبونس با ما تكونش هذا الشيء، برك كل واحد في العمل تاعو، كل واحد يخدم كما لازم الحال بالضمير تاعو والامور ماشيه كما لازم الحال. نعم. شيخ فرحات، سؤال أخير، أهم النصائح اللي يمكن أن تقدمونها للمواطنين اللي راهم متخوفين من هذا الرياح؟ شوفوا سورتو اللي عندهم لي ريزو سوسيو هذو ما تسمعوش هذوك اللي غير الناس غير طرش برك نيمبورت كوا اللي يجي يدير فيديو ويبدا هكذا يجبد لك تصوير تصور قدم ويحطهم ولا دي فيديو قدم باش يخلعوا الناس. كاين دي باج تاع الدوله تاع ميتيورولوجي. انا عندي اون باج اللي ندير كي يكون هكذا نوصي الناس نوعي الناس ننبه الناس. هذا هو الانسان لابد يلعب الدور تاعو، كل واحد المهنه تاعو. المهنه تاعك كمقدمات وايضا تواني من ديبا والدعوه. انا ماهوش الاخر تاعي انايا فيما يخص الجو، فيما يخص حمايه البيئه، فيما يخص هذه المسائل رانا هنا. وكل واحد كما نقول لك مدرب في كره القدم، مدرب احنا قاعد نولوا مدربين، قاعد نولوا نعطوا ليكيب، نعطوا لي تاكتيك دو جو. كل واحد
واحد فيه اخر كما نقول لك لي فوا سون بيان غاردي. فقط نقول لهم ما يخرجوش الا لا غير ضروري ولا سيتو باش ماشي نهار تاع خرجه تقول روح للغابه لا خاطش الشتاء وكاين الريح الا لضروره فقط. ايامات الزينين هم جايين ان شاء الله. شكرا جزيلا لك شيخ